لو مش عارف الحوار أنا أقولك مع دعاء كمال. ماتش مصر وسيراليون. انا اقول لك سيراليون طلعوا منظمين على غير التوقع. عندنا مشاكل في الماتش ده، عندنا جيل صناعي بتخلي الكوره تجري ومحدش يلحقها، وعندنا رطوبه عاليه تقطع النفس. بس احنا ولا يهمنا، كوره حلوه وسريعه في الدقيقه 18 بثلاث دقات، قصدي 3 لمسات، صلاح لمصطفى محمد لتريزيجيه اللي لعبها بذكاء، وجول لمصر و1-0 لمنتخب مصر. بس كده، هو ده اللي عمله منتخب مصر في الشوط الاول. رغم ان سيراليون اتطرد منهم واحد في الدقيقه 38، بس ولو برضه مش هنستغلها. وعندنا مشاكل في الدفاع، ما اقولكش، بيعدوا عادي كده زي السكينه في الحلاوه. وده طبعا اترجم في اكتر من كوره خطر لسيراليون اللي بيتالق فيهم الشناوي، وبيشيل اكتر من كوره الصراحه. يلا بقى ميعاد اللايك يا حلوين، بينا على الشوط الثاني. بنبدا 1-0 وسيراليون مطرود منهم واحد، وفعلا قدر منتخب مصر في الشوط الثاني ان هو يستغل الموضوع ده. في الدقيقه 62 تريزيجيه تاني، وبيعملها تاني من باص من صلاح، حاجه كده جامده جموده. الباص ده هو الجون يا جدعان، وتريزيجيه بيجيب الجون الثاني للمنتخب، وبقينا 2-0. وكان في لقطه كده ان في ناس نزلت لمحمد صلاح في الماتش، وده ان بيدل على مشكله في التامين. واتكلم برضو عن مشكله في التامين الحكم قبل الماتش، بس عدت بسلامه الحمد لله، والمنتخب قدر يسيطر سيطره كامله على الماتش. بس الشناوي في حته تانية الماتش ده، وكرة في الدقيقة الثالثة بلس 90 بيشيلها بايده ماشي، بكتفه ماشي. وكرة تانية في الدقيقة 5 بلس 90 كانت جون اكيد، بس بيشيلها الشناوي. ايوه بقى، اللي يشوط يشوط، عندنا الاخطبوط. وكان في طرد تاني لسيراليون قبل نهاية الماتش، بس ما اثرش حاجة على الماتش، وخلص الماتش 2-0 لمصر. ومبروك العلامة الكاملة، ومبروك صدارة المجموعة، ويا رب نكمل على كده. سلام.